الجزائر ليس تحيزا مني كمواطن عربي إلى هذا الشعب الشقيق وإلى هذا البلد العظيم الذي يضرب بجذوره في التاريخ أكبر دولة عربية مساحة دورا تلعب دورا حيويا هاما الآن ضد الهيمنة الصهيونية. لا نستطيع نحن الحقيقة نفي شعب الجزائر حقه العروبي. حتى الآن باقي في الجزائر حجر وصخرة قوية في وجه امتداد العدو الإسرائيلي داخل النطاق العربي. وفي المقابل طبعا حضراتكم اعلنا من 6 سنوات ذهبت الامارات لتوقيع اتفاقيه سلام كما قالوا وتطبيع كامل مع الصهاينه، وفتحت ابو ظبي ودبي، وفتحت يعني الامارات المصراعيه في شراكه كامله مع العدو الاسرائيلي. فجاه اشتعلت حرب اعلاميه ما بين الجزائر ما بين الامارات. هي كان البادئ باشعال هذا الفتيل وهذه الازمه وهذا الحرب هي القنوات الاعلاميه التابعه لدوله الامارات العربيه المتحده، خاصه سكاي نيوز. سكاي نيوز التي افرطت حقيقه في هجوم غير مبرر على الشعب الجزائري، على هويته، على ثقافته، على تماسكه، على وحدته، من خلال برنامج أذيع على هذه القناة طعنا وزعما أن الأمازيغية هي عبارة عن مشروع صهيوني فرنسي، أن المذيعة أصلا الأستاذة فضيلة هي جزائرية والمؤرخ أيضا جزائري، والذي يحضنهم قناة إماراتية من أجل أن ينطلقوا في هذا القصف المباشر على الهوية والثقافة والتاريخ الجزائري. كان موقفا حقيقة يعني استدعى هذا كله استنفار الإعلام الجزائري والموقف الجزائري. ونحن طبعا بدورنا يعني لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون هناك ثمة هذا الهجوم الإعلامي الغير مبرر على أيضا الشعب الشقيق والشعب الجزائري الذي طبعا معلوم كيف هو يضرب في جذور التاريخ. الإمارات من أغنى الدول، بعيدا عن مال. أزمتكم الحقيقية هي أزمة الرجال، ليس لديكم رجال. بذلك المستوى الذين يفرضون لكم وجود كدولة في العالم أجمع من دون مالكم، ليس لكم أداة ثانية غير المال. عن أي مصالح تتحدثون؟ أنا أقول، والأستاذ المتخصص في العلوم السياسية، لربما يدرج هذا المصطلح أكثر من هذا. ممكن واحد يقول من هذا الجزائري اللي